هوريكم ازاي مامتي بتعمل احلى طاجن رز معمر، سواء حلو او حادق زي ما انتوا عايزينه. اول حاجه اعملها هحط كميه اللبن اللي انا محتاجاها على النار تسخن. كميه اللبن المظبوطه بتكون ضعف كميه الرز اللي هنعمله. رز مصري مغسول ما بنقعوش، هحط عليه معلقه كبيره من السمنه، معلقتين او 3 كبار من القشطه. القشطه دي انا بحوشها من وش اللبن. هاتوا قشطه بلدي، اهم حاجه ما تكونش القشطه المصنعه بتاعت السوبر ماركت. بحبه مسكر، احط عليه سكر وفانيليا ورشه قرفه. معلقتين زبادي دول اختياري بس بيدوا طراوه ومزازه حلوه قوي. وطبعا رشه الملح بسيطه، واتاكد ان الرز متشبع بكل الدهون اللي احنا حطيناها دي. هدهن الطاجن اللي ادخله الفرن كويس قوي بالسمنه، واحط عليه ميكس رز. ممكن اصلا تخلطوا كل حاجه في الطاجن على طول، مش لازم طبق خارجي. وبما اني بحب اعمله حلو فبحط عليه زبيب كتير. انا هنا مش بقلب الزبيب، انا بس بخليه ينزل تحت الرز بشويه علشان لما احط عليه اللبن ما يطلعش فوق على الوش. وممكن كمان تحطوا جوز هند لو عايزين. انا لما خلصت كل حاجه اللبن كان سخن جدا وخلاص بدا ان هو يغلي. هحط كل كميه اللبن على الرز. اهم حاجه اتاكدوا ان الطاجن حجم مناسب، يكون فيه عقله او عقلتين من فوق كده فاضيين عشان اللبن لما يدخل الفرن لسه هيفور. واخر حاجه قشطه كتير بقى على الوش. الطاجن ده انا استخدمت فيه 5 كوبايات من اللبن، 2.5 من الرز، وحوالي ربع كيلو او اقل شويه من القشطه البلدي. الفرن سخن جدا، دخلته على اعلى درجه حراره، ما شغلتش الشوايه، هو بياخد اللون لوحده. بعد ما بياخد اللون بهدي النار واسيبه تقريبا من تلت نص ساعه كمان لحد ما الرز يتشرب كل السوائل والاقي الطاجن مسك نفسه، اعرف انه خلاص جاهز. واكتب لكم تفاصيل اكتر برضو عن التسويه تحت في الكابشن. بما انه مسكر بحب احط على وشه مكسرات وجوز هند. كريمي ودايب ومسكر وخطير. ما تنسوش اللايك والفولو، واستنوا فيديوهات تانية كتير.